يعني انا عايز احكي لك مثلا حاجه. كنا بنلعب سموحه السنه اللي فاتت في فلتر بس اسكندرية. وحد ايه فلتر بس لو في حاجه. لا. ماشي خلاص. خسرنا الشوط الاول فرق واحد. لا مش ماتش- هتفلتر ولا لا؟ لا مش ولا مش لا؟ مش هغلط مش هغلط. قال لي كده روح الكورنر اسال ربك قول له ممكن افطر ولا لا. قلت له انهي كورنر؟ قال لي اللي هناك ده. فانا بالنسبه لي ده الحاد. انت بتقول ايه يعني؟ هو في نفس الوقت ايه اللي انا فيه ده؟ روح دلوقتي حالا. روح له دلوقتي حالا. فانا مش فاهم انت بتقول ايه يا عم. اضطريت اروح انا اسف يعني. هو قال كل حاجه من غير ما اسال اي حاجه. كنت اساله على بس ديفيد هي لوحده الفلوس. والاختلاف كل واحد. انا انت بقول اديتني لك كل حاجه. انا جاي ارغي. ده دخلت دماغي. طب الواحد بقاله كتير ما عملش اي بودكاست ولا عمل اي حاجه، ففكرنا مين احسن واحد نجيبه بعد غياب. ما لقيناش احسن من بطل الرباعيه واحسن حارس في كاس العالم للناشئين كابتن عبد الرحمن حميد. منورنا يا كابتن عبد حبيبي يا الرحمن جو، ايه والله. الاخبار؟ عامل ايه عامل ايه يا حس؟ كله فل يا صاحبي، منورنا والله. حبيبي والله حس. انا بطل الرباعيه الاول وبطل الرباعيه الثاني. يا عم انت بطل رباعيه. ما انا بقى اقدمكم بقى انتوا الاثنين ده بقى. رباعيات هنا يا جماعه. بس انت ايه الرباعيه بتقول لك احساسها ايه بقى؟ انت كنت لا بتقول لا لا احساس طبعا كده. كنت لسه بتكلم معاك حتى قبل الحلقه موضوع ان احنا كمان كنا اللي هو اخر فتره كهاندبول في الاهلي يعني ما كناش بنحقق كتير قوي او اللي هو كان يعني ما خدناش الرباعيه دي من كتير قوي من يعتبر 8 سنين. فان احنا نعرف نرجع للنادي دي لا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا كلنا يعني وبالنسبه للنادي اكيد. بس بقول لك ايه، عندهم الحوار جامد قوي. يخش مثلا 7-8 بطولات، يخشوا 7-8 بطولات يكسبوا منهم 3-4 بطولات. دخلوا ده هم كسبوا 4 وخسروا مثلا 3. يعني لو كانوا مش كسبوا الكلام ده. كاس العالم للانديه واحده. انا انت بتحسب لي كاس العالم للانديه؟ طب فوق ماشي. وعربيه ما دخلناش. ما دخلتوهاش. لو لو كنت هو عايز يطلع ان الهاند بول مش زي الفل. مش عايز اطلع حاجه. انا بقول لك احنا خسرنا بس هي كاس كاس مصر وكاس الكؤوس وكسبنا الاربعه. هي كانت هتبقى سداسيه او سباعيه لو دخلت كاس العربيه. حصل. ده جامد قوي. سباعية، جامد فاهم؟ قوي الحوار ده. بس النادي اصلا يعني بس هو صعب الصراحه يعني. انت كده حتى كده الباسكت لما جربوا يعملوها السنه دي ان هم يخشوا 6-7 بطولات بيموتوا في الاخر. يعني لا، قاعدين صعب بيلعبوا من جدا. شهر 8 لحد شهر 6. مفيش حاجه كده في الحياه. صعبه جدا ان انت كده كده بيبقى ليك كمان تارجت معين ان هو انت مثلا تحاول تلم بطولات بس اللي هو بتارجت اهم بطولات او اهم حاجه اللي هي مثلا الدوري سي بقى. مثلا هي التارجت في الفلوس في النادي مثلا اللي هي البطولات الكبيره اللي هو الدوري ده اهم بطوله في السيزون. السوبر الافريقي عشان بيودي السوبر جلوب. الحاجات دي كلها بقى هي الحمد لله احنا تارجتنا الحاجات دي. عرفنا مش بقول ان احنا قاصدين نخسر بس يعني الحمد لله ان هي جت في هو الكاس طبيعي وفي كده كاس كده في حاجات الكؤوس. هتجلي منك كتير يعني. مم. انت لما تبقى داخل سوبر كاس الكؤوس دي وافريقيا، يعني الناس كلها شافت الموضوع كان ما بتبقى ورا بعض كمان انت مش الموضوع بتلعب صعب، يعني فاهم. الزمالك اصلا كان مدعم جايب صفقات لو الترجي فرقه والترجي فرقه تقيلة تقيله واحنا كنا لاعبين بطولات قد كده قبليها مم. يعني احنا كنا عايزين ناخد كاس الكؤوس عشان احنا خسرناها اخر سنتين بس ان شاء الله نكسبها السنه الجايه بقى. هنرجع كده كده للاهلي. بس انا عايز بقى ابدا معاك من الاول خالص. يلا بينا. من ساعه بقى بطولات المنتخب تقالي طلعتكو. انت وجيلك دودو قداح والشباب دي كنتوا مع جيل. كنتوا مع 98 تالت. بعد كده لما رحتوا بعديها البطوله بعدها على طول لما انتوا خدتوا كاس العالم. احكي لي كده على الصيف ده. طبعا اكيد ما كانش في مخيلتك ان انت ممكن ده كان ممكن يحصل. لا واحنا اصلا يعني بدأناها مع جيل 98 دي كانت احنا كنا صعدنا 4 قبل كاس يعني قبل كاس عالم كان في بطولة افريقيا يا شباب رحنا لعبناها برضو معاهم. بس كنت انا في الاول كنت انا ودودو وياسر ياسر وفيرو. سيف. وبعد كده في كاس عالم بقينا احنا الاربعه. حسن كمان حسن بقى زي. معانا. وبس هي كانت خطه يعني من الاتحاد نفسه. هو ما شافوا ان هو عايزين ياخدوا اكبر عدد من المنتخب الصغير او اللي هو اكتر لعيبه ممكنه ان هم يدوم احتكاك يعني. غير احتكاك أتقل الاحتكاك برضو اللي هو انت من الاخر يعني هو اللي حصل بالظبط. هي دي البلان اللي كانت مرسومه. هي ما اتقالت لناش بس هي اتقالت لنا قبل كاس عالم ناشئين على طول. بس انتوا كنتوا تقال. يعني انتوا كنتوا عميد الفرقه اصلا. بس في الاول محدش كان يتخيل ان مش الدرجه يعني كده مش الدرجه. انتوا تشيلوا للدرجات. بس هو حتى كان ساعتها كابتن هشام نصر بقى وكابتن علاء السيد كانوا هما بيتكلموا معانا قبل كاس عالم ناشئين بعد ما خدنا ثالث. يعني احنا اللي احنا طالبينه منكم انتوا لسه ما عملتوش منه حاجه يعني. ده جيل 98 بره عنكم ده بعد الثالث. بعد ما خدنا ثالث مع ان احنا كنا مشاركين وكنا بنلعب ماتشات ولعبنا كان لينا دور كبير قوي لحد دور الاربعه بالذات.
كنا احنا اللي بنلعب. بعد كده طبعا في السيمي فاينل والفاينل هو كابتن طارق محروس بقى اعتمد على اللعيبه بتاعت فاكر السيمي فاينل ده كان ماتش فرنسا، كان كنا بادئين باين كام، 6 كنا 5 كنا بادئين حاجه، احنا كسبنا في دوري المجموعات فرق 10 كمان. ايوه فبس يعني نزلنا بقى 2000 عارف الشوك بتاع كاس عالم اللي هو انت تلعب كاس عالم دي ما بقتش موجوده يعني. نزلنا لعبنا ماتشات 2000 دي ولا كاني بلعب كاس عالم ده بجد يعني. الخطفه اللي كنت يعني انا اتخطفت مثلا في كاس عالم شباب اللي هو انا بلعب كاس عالم ومش عارف، نزلت كاس عالم ناشئين لا مش حاسس باي حاجه، مش حاسين بجد بقى، بالذات احنا الاربعه يعني. حتى كنا بنتكلم مع بعض اللي هو احنا حاسين لا يا جماعه تعالوا نركز شويه، احنا كده مش يعني احنا كده مش داخلين نلعب كاس عالم، مش هزاروا بزياده. ونزلنا فعلا خسرنا، او يعني اول ماتش في دوري المجموعات كان جامد كان مع فرنسا، خسرنا منهم على طول. طبعا بقى الدنيا اتقلبت والجهاز الفني الاربعه هم السبب، الاربعه دول هم والله قعدونا احنا الاربعه كده، كابتن مجدي ومجد ربنا يمسيه بالخير يعني. حبيبي يا كابتن مجدي هو جاي والله جاي. لا حبيبي يا كابتن مجدي والله. قعدنا جماعه انتوا يعني لو حد هيراجع نفسه في الخساره دي فانتوا اللي هتراجعوا نفسكم فيها واحنا يعني معتمدين عليكم وسيبناكم الفتره اللي فاتت دي كلها 92 عشان تيجوا تشيلونا، فما ينفعش يعني ان احنا نخسر ايا كان من لاعب مين. فبس من هنا بقى كانت فعلا انطلاقه بقى اللي هو احنا يعني كان كل الماتشات بجد ما حدش بيقف قدامنا، مع ان كنا احنا لعبنا مثلا المجر دي كانت فرقه تقيله قوي في جيلنا قبل كاس عالم، كان منتخب لعبها وخسروا فرق 10 جيلنا هي نفس الفرقه. وبعد كده ايسلندا فرقه تقيله قوي في جيلنا برضو لعبناها في دور 16، وبعد كده لعبنا في دور الثمانية لا دور 16 سلوفينيا فرقه كويسه كده، ايسلندا في دور الثمانية، بعد كده البرتغال في السيمي فاينل والمانيا في الفاينل. بص بقى اجمد فرقه في الجيل ده كانت الدنمارك، ما تاهلتش. الدنمارك والمانيا هما الاثنين زي بعض، بس الدنمارك دلوقتي في لعيبه منها كتير قوي بتلعب في اوروبا، فالمانيا كسبتها فسهلت لنا سنه برضو في الفاينل. احنا كنا قلقانين من الدنمارك ولما المانيا جت قلنا احسن لنا ده احسن. بس اللي انت بتقوله ده صح، لان انت برضو اتحطيت في نفس الموقف ده معانا لما هو كان معانا في 2000 لما في جيل 2099 وبعد كده كان في البحرين، بعد كده رجعت مع منتخبي كانت في تونس والله، خدنا رابع عالم دي. فعلا زي ما انت بتقول كده الرهبه بتاعت الكاس العالم واول كاس عالم وبتاع وكده كانت بتبقى راحت كده احنا والله احنا كنا جيلنا كان جامد والله، كان سادس عالم باين ساعتها. انت حتى اللي معاك يعني انت مثلا اللي هو لو فرقتك بقى جيلك اللي معاك لما بيحس ان انت مش اللي هو ان انت مطمنه من الاخر هو بيحس ان الموضوع عادي يعني. هم فعلا برضو خلي بالك جيلنا ما كانوش مصدقين ان احنا ممكن نعمل اي حاجه، ولا احنا يعني احنا احنا الاربعه مثلا لما كنا بنتكلم برضو نفسنا نعمل حاجه احسن من ثالث، بس احنا والبطوله شغاله انت برضو مش ضامن يا جماعه ده نهائي كاس العالم ده حاجه كبيره قوي يعني. انت برضو جاي من ثالث عالم دي يعني صعب عليك بريشر برضو هو انت عشان تحقق حاجه كبيره قوي فانت والناس كلها بتكلمك انت والناس كلها حاطه كل حاجه عليك انت. احنا بطولتنا كانت في نفس وقتكم اصلا في نفس الوقت. احنا يغطوا علينا في نعمل اي حاجه يغطوا علينا يا 98 كمان يعني 98 ما لحقوش يفرحوا بتاعت العالم كانت الدنيا اتقلبت. احنا كل ما تكسب ماتش الوزير ساعتها جالنا تونس وكان طالع كان يعني في نفس اليوم كان واخد طياره جاي لكم باين او كان في حد من الوزاره جاي لكم حاجه كده يعني. في ناس جت حضرت معانا نهائي كاس العالم كان كمان دكتور حسن مصطفى والوزير. ايوه ما بقول لك الوزير لما تكسب اي ماتش يقول لك الهاندبول كسب، الهاندبول تكسب يعلوا عليك في اي حاجه بالظبط كده عادي يعني. لا بس انا مش فاكر انت فاكر ولا لا، بس دودو لما كان هنا كان قال ان لعبتوا انتوا افريقيا قبلها ان مجدي والمجدي ما كانش فرحان ان انتوا كسبتوا افريقيا، كان بيقول انا رايح اكسب كاس العالم. اقسم بالله فعلا او ما رضيش يصور مع حد مثلا يعني الحوار ده بجد ده بجد اقسم بالله. لا هو كابتن مجدي اصلا حتى احنا كنا بنقول له يا عم افرح باي حاجه يعني، يكسب مثلا ماتش في كاس العالم، نكسب مثلا السويد ولا كنا عملنا حاجه، نصعد اول مجموعه ولا الهوا. بس دي شخصيته ده هو كده ولا هو كان سيمي فاينل ولا الهوا، هو شخصيته هو بجد كان عايز يكسب كاس العالم. هو وكابتن حماده الروبي كانوا معاه، كان كابتن حماده معانا في الجهاز، كان يقول لك احنا كسبنا كاس العالم كلعيبه، مفيش حاجه ممكن تهزني ولا تفرحني الا ان انا اخد كاس عالم تاني كمدرب بقى. انما اوصل فاينل والله ما فرحوا احنا مثلا، بس بقى لما خدوا البطوله انت مش فاهم هم جريوا في الملعب عامل ازاي. كابتن حماده الروبي اما عدى عليها مديني بالقفا كده من كتر ما هو بيحتفل. لا يعني بس هي كانت حاجه انا برضو
يعني لحد ما رجعت مصر انا مش مستوعب ان انا خدت كاس عالم. فاهم الفكره يعني بس اللي دي هو البطوله كمان انت خدت فيها احسن جول كيبر يعني انت انا اللي اصلا هو برضه انت- هم بيقولوا يعني هو المذيع بينده على اسمي بعد البتاع. انا مش انا يعني كلنا انتوا سيطرتوا ده انت وحسن ودودو. ما انا بقول لك احنا اللي هو كلنا حتى دريم اقسم تيم احنا بالله سيطرنا. واحد يعني اي واحد فينا بيسمع اسمه هو برضه مش مجمع هما يعني بجد مش ده. بيقولوا لكم قبليها صح؟ ولا بس حد هو- قال لنا اي حاجه ولا حتى بتلعب في الدوري المصري. زينا. ولا قالوا لحد مثلا من الجهاز عندنا. يعني انت الطبيعي مثلا في اي مثلا الام في بي لو من عندك هو بيبلغ الجهاز مثلا بيبلغ بيبلغ ان المدرب عشان يبقى بيقول موجود له يعني عشان ايا يبقى- كان. اه ولا حد قال اي حاجه. احنا مره واحده بس ما كملوش 5 دقايق قاموا قايلين كل حاجه. فاهم اللي هو كل الناس في الملعب. فكانت حاجه طب كانت وانت جامدة احساسك أوي. ايه بقى وانت ايه يا باشا احسن جول كيبر في العالم كده؟ انا رجعت مصر ده راجع داس علينا يا عم. والله العظيم كنت تشوفه هو داخل في مدينه نصر تبقى قاعد يا باشا بتتسحر حقه يا كده باشا حقه يا داخل عم، في ايه؟ في اي حته في مدينه نصر كنت بتشوفه هناك كان حقه. حاجه مفيش الكلام ده يا صعبه عم. والله مفيش يا العظيم. عم الكلام ده انا واخد والله. احسن لعيب في البطوله العربيه. رحت انا على القهوه ما حدش يتكلم معايا. بس بقول لك ايه بما اننا جبنا بقى سيره كابتن طارق محروس عايزين بقى يا باشا نحكي كواليس كابتن طارق محروس بس اللي تنفع تتحكي عشان كابتن طارق محروس حبيبي. لا كابتن طارق والله لا كابتن طارق شخصيه جميله طبعا. هو مفيش حاجه ينفع تتحكي يعني. بصراحة مفيش حاجه كل- ينفع تتحكي خالص. بس يعني لا كابتن طارق طبعا كان ليه فضل كبير علينا كلنا. يعني هو برضو اول حد يعني صعدنا او يعني حتى ما انت كمدرب ما فيش حاجه هتتعمل غصب عنك. يعني لو الاتحاد مثلا عايز يعمل حاجه لو انت شايف ان ده ما ينفعش او ده ما انت مش عايزه هتقوله ومش هيبقى موجود يعني. فهو لا كابتن طارق كان مآمن بقدراتنا احنا الاربعه يعني. وكان دايما بيتكلم على كده. حتى كان هو في الاستوديو التحليلي بتاع فاينل كاس العالم بتاع جيلنا وقال ان الموضوع كله يعني ان الاربعه دول يطلعوا فايقين والمنتخب يقدر يكسب وبس. الحمد لله فعلا يعني ربنا كرم. بس برضه فرق عقليات يعني. هو انت بتقول مثلا كنت وصلت السيمي فاينل وفاينل الدنيا كان عادي. اقسم بالله احنا لما وصلنا دور الثمانيه كاس عالم ما عملناش محاضره على الفرق اللي هنلعبها اصلا. احنا كنا عايزين نبعت والله. التيشيرتات بس الماتش ده. بص انا هحكي لكم والله حاجه ما اعرفش يعني المفروض احنا تتحكي ولا لا. عملنا المحاضره الفيديو علق الاتش جي ام اي باين علق ما كناش عارفين نوصله. قال لك يا عم خلاص مش فارقه يلا طب ونزلنا. انا هحكي لكم حاجه. احنا ممكن نتوقف فيها احنا الثلاثه. احنا يا ابني بقى. كنا ليله الفاينل. هو ميعاد الفيديو بيبقى موحد. فرقتين اللي هيلعبوا بكره مثلا ماشي. ليهم ميعاد فيديو مثلا اليوم اللي قبليه أيوة. بالليل وميعاد فيديو الصبح الصبح. تاني في نفس الوقت. بتبقى مثلا هي بتبقى زي اوضتين كده. الاوضه الاولى منتخب والاوضه الثانيه منتخب. الصبح تتعكس الاوضه بلا هدف بس هي لازم كده. فهم كانوا المانيا. فكان معانا واحد في الفرقه هو جيرمن يعني في الجامعه وفي كل حاجه. هو بيتكلم جيرمن حلو قوي بيفهم جيرمن يعني. وقفتوا ورا الباب ولا؟ بالظبط والله العظيم. كابتن مجدي مره واحده واحنا قاعدين احنا ما كناش عارفين ان المانيا جنبنا. مره واحده قام قايل جيار تعالى انت جيرمن صح؟ قال له والله ما بهزر. محدش يفتح بقه. اما قعد جيار قال له يلمعوك والله قعدوا يلمعوك. والله اداله كراسه بقلم. قال له روح حط ودنك في الحيطه. اقسم بالله يا نهار ابيض. يعني انا بقول لك احنا ممكن نتوقف كلنا فرق بكابتن عقليات مجدي برضه يا عم، بس المهم اقسم بالله ده اللي وصلوا حصل للهدف. بالظبط. مش مهم قعدنا نص ساعه احنا كلنا يا عم انت بتعمل ايه واحنا كلنا بقى قاعدين ماتش بكره عايزين فيديو عايزين نتفرج على حاجه. وجاي قاعد بيكتب قال لك لقينا بقى والله ما بهزر لقينا المدرب هناك قايل والصوت احنا سامعينه يعني احنا قاعدين سامعينه مش لازم تحط ودنك بس هو قعدوا كده عشان يسمع كويس قوي يكتب كل حاجه. فقال لك ده عندهم واحد طويل اللي هو حسن بيشوط من بعيد قوي. هنبدا الماتش ان واحد يلعب عليه عالي وبيعمل دريبل بعيد عن جسمه. فاول ما يجي يعمل دريبل اي حد يحاول يخطف الدريبل. في السنتر هاف اللي هو دودو مش عارف بيروح على السترونج سايد. هنوقف له مش عارف حد هنا. الجون بتاعهم هنشوط له تحت اكتر تحت عنده قلع والله ما باظ. وغير بيكتب بيقول احنا كنا بنسمع بقى كل واحد بيسمع عيوبه. انت متخيل يعني كل واحد نزلنا. انا ما بتصطش فيها غير تحت فعلا وقاعد على الارض ما بقومش. والله سايب فوق واحد يجي يهوشني بقى يعني انا هقع وشوط تحت مستنيك تحت. وحسن بقى بياخد باله من الدريبل بتاعه. دودو مش عارف بيستلم من بعيد. بدأنا الماتش هما بيجروا طول الماتش فرق 6. مدرب اكن بجد هو اكنه مثلا كان بيشرح فيديو لينا احنا. ايوه فدي كانت حركه مثلا ولا حد هيفكر فيها بس
واللي هو بقى احنا كلنا متفاجئين يا كابتن مجدي انت بتعمل ايه مش عارف ايه. قال لك بقى اللي هو الخدعه في الحرب. مش مهم والله الحرب دي مش حرب مهم الوسيله، والحرب المهم خدعه. توصل والله المهم وقال توصل. احنا هنكسب باي طريقه. اه وفعلا نزلنا بقى جريناهم ورانا طول الماتش. ومحدش عرف ولا حد شاف ولا لا حد يعني معدي ولا اي حاجه. انا اصلا حتى ما كنتش عارف ده المفروض حاجه نقولها ولا لا. قمت رايح قايلها على طول تاني يوم في اول ما رجعنا القاهره في اون سبورت. وده اهم حاجه عملها الجيار طول اه والله البطوله. لا ده الجيار دخل التاريخ من ساعتها والله. يعني هو السبب الرئيسي. هو بجد قال لنا كل حاجه المانيا هتعملها، كل حاجه بمعنى الكلمه، وهم هيهاجموا ازاي كمان علينا وهيعملوا تاكتكس ايه وهيعملوا كل حاجه. احنا نزلنا الماتش احنا شايفين الماتش. حاجه عظيمه جدا. بس انتوا بعد كده فتحت معاكم فتحه بنت لذينه، رحتوا بقى ساعتها مع باروندو كاس العالم. الدنيا لا ارتاحت. كاس العالم ده برضه كاس العالم المنتخب، بس هي دي حاجه ودي حاجه خالص يعني. دي حاجه ما انا تانية عايز بقى خالص. اسالك الدخله بقى، الدخل انت خلاص مع جيلك صحابك حبايبك، الدنيا حلوه، انت كل حاجه، تخش بقى على الاحمر بقى ويحيى الدرع انا بقول لك دي حاجه مصري دي حاجة هنداوي بقى تانية. معاك في الجول. احكي لي بقى الدخله دي. لا دي حاجه برضو حاجه كبيره قوي يعني. انت برضو اللي هو انت خلصت مرحله، بس ده كل ده في سنك وفي جيلك. تروح بقى على اساطير يعني، تتعامل مع اساطير وبتلعب ضد اساطير بجد، اساطير اللعبه بقى. فاللي هو لا هي مش نفس الحاجه خالص. بس في الاول كانت بقى دي بجد دي كانت اصعب حاجه على. لو انت بتروح مكان انت كنت جامد في جيلك، بس انت مع الناس دي انت اقل واحد. كل اللي انت انت أقل عملته هم حاجة. عملوه يعني. بالظبط. وانت داخل بقى على الاحمر وعلى هنداوي وعلي زين والمصري ويحيى الدرع اللي هو زين انت كمان انت بتلعب بقى مع بجد اللي هو عتاولة اللعبة. فكنا احنا اتصعدنا بعديها على طول، رحنا بطولة افريقيا اللي في تونس 2020 في تونس اللي كانت مؤهله لطوكيو. وبعد كده رجعنا كان عندنا اولمبيكس. كنت انا احترفت بعديها على طول، رحت ويستا بلوج. هنتكلم عليها دي برضه. ورجعت من ويستا بلوج كان في مشاكل كده فما رحتش الاولمبيكس. كان مع باروندو يعني وفينيو اللي معايا في النادي. وبعد كده بعد الاولمبيكس بقى الدنيا فتحت معايا. بس استنى، لا هو كانت الاولمبيكس الاول ولا كاس العالم في مصر الاول؟ كان كاس العالم الاول. كانت اولمبيكس، كانت طوكيو 2020 اتاجلت كورونا. اتأجلت، فانت لعبت كاس عالم كأس بعد العالم كده الأول. لعبت طوكيو. كاس عالم كنت موجود مع منتخب عادي، بس كنت الجون كنت الجون الثالث. التالت. كان هنداوي والطاهر هما اللي في السكور. وبعد كده كانت اولمبيكس. من بره بقى انت بطوله يعني كده هنيجي بتاع ال 23 اللي انت لعبت فيها حبه حلوين قوي. بس ال 21 انت ما لعبتش فيها، كنت الجول الثالث. ان هي بقى في مصر وماتش الدنمارك طبعا، وانت بره بتبقى شايف برضو اكتر وكده. ايه بقى الذكريات بالذات ماتش الدنمارك كمان؟ هي ماتش الدنمارك ده تقريبا ده اعظم ماتش في تاريخ كرة اليد المصرية بالنسبة لي يعني. هو فرنسا 2001 الكسبوا في كاس العالم. اللي هو اللي احنا خسرناه الحكام. ايوه وبعد كده خدنا ثالث. خسرنا سيمي فاينل فرنسا وبعد كده طلعنا خدنا ثالث. لا خدنا رابع. خدناش ثالث. بس خسرنا من فرنسا. كنا احنا اقرب وكان خلاص يعني. ولاعيبه فرنسا بداوا يشوطوا الكرة في وش كابتن حماد الروبي مش نخيل قاصدين. وكابتن حماد الروبي اتعمى تقريبا في الماتش، ما بقاش شايف ما خدوش ساعتها احمر وشه ولا حد بياخد اي حاجه. ده انت الاحمر في الماتش اللي فات اداك بس واحده ما كده تزعلش الناس ضرب دي على طول. ده الدنيا اتغيرت خالص. بس عشان ما تعملناش مشاكل. فبقول لك لا ماتش الدنمارك ده بقى، وكمان البطوله كانت في مصر. طبعا الماتش ده نقل الهاندبول اصلا كميديا. لا كاسامي الناس بدات تتشهر بالظبط. اللعيبه بدات تتعرف. كلنا اللي بيلعب اللي مش بيلعب الناس بدات تعرفك بقى في الشارع. اللي هو ماتش بجد ماراثون يعني. لا هو ماتش ما كانش طبيعي. احنا كنا اقرب في اللحظه بتاعت مصر دي لما اتعمل الفاول. كنا تقريبا خلاص يعني، كنا اقرب من الدنمارك. حتى كان هانسن مطرود بره، كان قاعد حاطط ايده على دماغه اللي هو احنا خرجنا من الكوارتر فاينل. دي حاجه اصلا ما حصلتش اخر 7 نسخ. الدنمارك ما خرجتش من السيمي فاينل. بس يعني وعياط ابن الذين مع بعض الماتش. عياط. بس العياط الاكتر بقى كان في الاولمبيكس بعديه يعني. الاولمبيكس كنا في السيمي فاينل، انت بتلعب فرنسا قريب قوي برضو بنفس الطريقه. وطول الماتش انت يعني احنا كنا ليدنج على فرنسا مثلا 1-2 لحد الدقيقه 47 كده بدأوا هما. بس انا بالنسبه لي انك تلاعب اصلا فرقه زي فرنسا والدنمارك وتوصل معاهم بالاسلوب ده في الليفل ده. لا احنا يعني انا بالنسبه لي مثلا احنا من التوب 4 في العالم.
يعني بعد فرنسا والدنمارك تيجي انت واسبانيا مثلا. احنا دلوقتي تقدر تكسب بقى النرويج، تقدر تكسب المانيا السويد، كل الناس دي احنا بنكسبها زي ما هم بيكسبونا، بس احنا بنكسبهم. انما الفرق التانية دي حاسس اللي هي لو انت محتاج تخطف من حد من دولت ماتش عشان بجد تبقى خلاص يعني تصدق انك تعرف تكسب الناس دي. فاهم ايه بقى اللي احنا محتاجينه ان احنا ممكن اصل انا دلوقتي بقيت احس ان الناس مثلا تيجي تقول لك ايه، لو منتخب الهاندبول بس راح باريس ما خدش ميداليه كده فشل، مع ان ممكن تاخد ممكن تاخد خامس يعني كويس حلو فاهم يعني انت لسه بتنافس. زي مثلا في كاس عالم 23 اللي انت رحته ولعبت فيه كويس ولعبت خدته ساعتها سابع، خدنا سابع قشطه يعني. لا بس كان بالنسبه للناس المنتخب فشل بالظبط، مع ان ساعتها كان علي يحيى خالد ما كان صليبي موجود. ما كانش موجود. علي زي متهيألي اتصف يعني فاهم، كان في ناس ما كانتش موجوده، فما حدش بقى حط دي في الاعتبار. ازاي ما هي فشل. بقى انت برضو خلي بالك هي لا هي بتبقى اللي هو بالنسبه مثلا للشعب المصري هو الاكسبكتيشنز عليت قوي، اللي هو انت هو شاف انت خسرت ازاي من الدنمارك، انت كنت اقرب وخسرت بينالتيز، بعد كده انت رحت الاولمبيكس خلاص انت برضو اقرب من فرنسا، خسرت لعبت تالت ورابع مع اسبانيا، كسبان طول الماتش، خسرت في اخر ثانيه فرق جون. فاللي هو اتعود ان انت عادي بتكسب الناس دي. ودي غلطتكم يا باشا انتوا اللي عودتوهم كده دي غلطتنا. بس ده برضو خلي بالك كلعيبه مثلا انت كمنتخب مصر دلوقتي لو هتبص على اللعيبه انت في كل مركز عندك 2 جامدين قوي تقال يعرفوا يكسبوا الفرقه دي. ده بجد احنا في كاس العالم اللي انت بتتكلم عليه بتاع 2023 طريقنا بس هي كانت المشكله. انت بطوله في السويد وبنلعب السويد كوارتر فاينل سخيفه موت، وانت هم الصاله 35,000 خسران يلعب الدنمارك مقفول عليك. والشوط الاول احنا كسبين طول الماتش فرق 4 و5. الشوط الاول بدأنا الشوط فرق 4 علينا، وبعد كده السويد خلصت يعني في 10 دقايق. انا فاكر الماتش ده احنا كنا ماشيين كويس 3 4 دقايق عملوا ران كده بنت لذينه غريبه جدا. الشوط الاول خلص فرق 4 للسويد، ما تعرفش ازاي احنا كنا كسبانين. فهي بتبقى برضو خلي بالك ساعات كده بيحصل زي لاج ان 3 4 دقايق بتلاقي نفسك من ان انت كسبان خسران، فلو انت بتتخض الماتش بيفلت مع الجمهور مع الفرقه دي. وهي دي المشكله. يعني انت لو عندك الاستمراريه زيهم او ان هو كفرنسا او كالسويد او الدنمارك هو بيبقى عارف انه هيكسب، هو بيبقى بيلعب وهو عارف انه هيكسب، او لو الماتش بيروح سنه بيبقى عارف انه هيقرب تاني كده. انما انت برضو ان انت تبقى بتلعب ضد مثلا لاندين وهانسن وجيتسل وناس زي دي في الدنمارك وهم يفرقوا عليك، انت تبقى عارف ان دي ناس عندها خبرات كفايه قوي ان هو الماتش مش هيهرب منه تاني. فاهم بس عايز انا في حاجه بقى مش فاهمها الصراحه. انت مع باروندو مين الموضوع بيمشي ازاي بقى في المنتخب؟ فينيو اللي كانوا معاكم في المنتخب قبل ما يجي الاهلي مين اللي بيختار الاجوال؟ لا بص تمشي فاهمني، عايزه فاهم. لا انا فينيو انا في كاس العالم 2023 فينيو ما كانش معايا، فينيو كان ماشي من المنتخب بعد الاولمبيكس على طول في 2022 وجه الاهلي كان راح الاهلي، جه الاهلي على طول. هو جه الاهلي كان ديفيد جه الاهلي، وديفيد هو بيشتغل مع فينيو طول عمره يعني اصلا فينيو كان موجود في المنتخب مع ديفيد قبل باروندو لما ديفيد جه المنتخب. فبس هي في المنتخب ما بتبقاش ليه علاقه بالمدرب، هو مدرب يختار اللعيبه، مدرب الاجوان بيبقى ليه كل الصلاحيات في الجون. هو اللي ده اي مدرب حراس ولا عشان ده فينيو ده تقيل؟ لا عشان ده فينيو بس ده مش ده الطبيعي. يعني دلوقتي في باستور معاه سييرا ده اسطوره يعني اسبانيه، كان جون برضو لسه مبطل من سنتين بس كان بيلعب ما شاء الله لحد 47 سنه اصلا. فبس ده اسطوره يعني، ده كان محقق مع اسبانيا اولمبيكس وهو جون المنتخب الفتره اللي فاتت يعني زمان. فبرضو اللي هو ممكن يعني بس باستور غير باروندو غير ديفيد، يعني هي بتبقى برضو بتبقى على حسب، بتبقى مدارس يعني. هو باستور مثلا اصلا كان نفسه كان جون فاهم هو بيلعب، فهو ليه نظرة تانية في الجون. هو ممكن يقول لك انا عايز ده وده وده مثلا عشان انا هلاعب النهارده مثلا فرنسا عندهم مثلا خط خلفي جامد، فهو عايز جون بيصد من بره 9 كويس، حاجات كده بتبقى كده يعني. فلا يعني مش دايما بيبقى مدرب الجون ليه كل الصلاحيات، ساعات المدرب بيتدخل كده. علاقتك بقى مع فينيو بدأت في المنتخب لحد دلوقتي في الاهلي، وانا فاكر ان انا في مره كلمتك فيها كنا بنتكلم عادي وانت قلت لي انت مش هتصدق ده بجد احسن مدرب في العالم، وان كابتن هشام نصر ان هو يطلع في برنامج من قريب ان هو يقول زيه زي ديفيد او يمكن فضله ان الاهلي يكسب فينيو اكتر من ديفيد، دي حاجه كبيره قوي قوي قوي. ايه اللي مختلف بقى عنه ان هو يعني قول لي تريكات كده عنه. بص انا عرفت فينيو من 2019 من لما صعدت على المنتخب الاول كان هو موجود. الراجل ده ما كانش مقتنع بيه خالص كانش مقتنع بيه خالص يعني. هو كان بيقول ان
كان بيقول عليها جمله كده مشهوره قوي، كان بيقولها في الاتحاد وفي النادي عندي وفي المنتخب والباروندو للعيبه، ان حميد موهبه من غير عقل. هو شايف ان انا شاب طالع وانت كنت كده فعلا ولا هو كان اوفر؟ ما انا هفهمك حاجه، زي اي شاب، بس هو شايف ان يعني هو كان شايف ان انا ودودو وحسن كده، اللي هو يقول لك دول طايشين. هو طالع من المنتخب وشايف ان هو احسن لعيب في جيله، فشايف ان هو عشان احسن لعيب في جيله لازم يبقى احسن لعيب في المنتخب، لازم يلعب اساسي، لازم يلعب على كل الاجوان اللي موجوده، وان هو احسن واحد. احنا ما كناش كده، بس احنا طبيعي يعني كنا محققين حاجه، فبالنسبه لنا احنا يعني مستنيين ان احنا نبقى في المنتخب عادي، نبقى في السكواد عادي مثلا. مش هتبقى اللي هي بالسن، مش طموح ابن لذينه انت. طموح، بس برضو انت لا يعني ليك سقف كده كده في الطموح. يعني انا مثلا وانا طالع انا عارف انا معايا مين، عارف ان معايا هنداوي طبعا اسطوره، جون كبير جدا، والطيار جون كبير جدا، ومحمد علي جون كبير جدا. فكنت طالع مش عايز العب عليهم مثلا، بس لا عايز يبقى فيه منافسه، وعايز اللي هو يعني ما يبقاش ما اسمعش مثلا كلمه السن، لان مثلا انا اول مره ما روحتش السن دي سمعتها. السن اللي احنا عايشنا فيها قصه اول مره ما روحتش، اول مره يعني اللي هو لما مثلا في كاس عالم مصر 2021 لما طلعت بره القايمه قال لي عشان لسه بدري عليك سنك. طب ضايقتك موت طبعا. مش ضايقتني، بس اللي هو ما هو انت لما انت بتقول لي كده، طب ما هو الناس يعني في لعيبه دلوقتي في العالم في الهاندبول مواليد 2002 و2004 شايلين منتخباتهم اصلا. يعني هي ملهاش، انا بالنسبه لي مش شايف ان هي لها علاقه بكده، ولا ان انت كحد كبير فانت ممكن يبقى انت جون كبير مثلا وعندك خبره، عندك اللي هو ليك ليميت في اللعب بتعرف تعمله وبتعرف تديه، مثلا ليك كريدت عند مدرب عند منتخب نفسه، انما جون صغير هو طبيعي ان الصغير ده ياخد فرصه عشان يعني يعرف يظهر اي حاجه ويبين. فان انت بتقول ان انا موهوب بس دماغي، فاللي هو انا كان بالنسبه لي كان عندي مشاكل معاه كتير جدا جدا. حتى كان يعني كان دايما يقول لك فينيو في منتخب حميد مش موجود كده، حتى في منتخب يعني كان الاحمر والناس دي كلها تقول لك يعني كانت مشاكل باينه قوي. كان فينيو يقول انا ما بحبش حميد مثلا، لحد ما هو مشي يعني انا عايز اقول لك حاجه، اول ما فينيو مشي من المنتخب انا سافرت مع المنتخب. اول ما مشي يعني هو مشي شهر 11 لعبت كاس العالم شهر 1. كان جه مدرب اجنبي مكانه؟ ما كانش جه حد، كان باروندو، ولحد البطوله جه حماده النقيب معانا البطوله بس انا سافرت مع المنتخب قبل ما حماده النقيب يجي وكده. ده 23 في 23 وبس. فهي ما كانتش كده. انا علاقتي الحقيقيه بدات مع فينيو في النادي يعني. هو بدا يقول لي لا انت اتغيرت جدا، وانت منتلي اتغيرت جدا، وطريقتك واسلوبك وكل حاجه. واتكلمت معاه ورجعت اتكلمت معاه، هو زي ما انت قلت برضو، هو وانا قلتها قبل كده فعلا. بص يعني انا مثلا انا اعرف اجوان بره، يعني اعرف يعني على المستوى الشخصي مثلا كنت اتكلمت مع لاندين مره في كاس عالم، اتكلمت مع وولف بتاع كيلسي لما كنت في ويسلا بلوج. بجد الناس دي شايفه الراجل ده، هم بره شايفينه بجد اسطوره، شايفينه ما حصلش. في كوراليس مثلا جون فيسبر اللي مع يحيى خالد ويحيى الدرع بيكلم فيني قبل الماتشات يقول له شايف اعمل ايه، شايف مثلا هلاعب النهارده مثلا كيل اعمل ايه، الناس دي بتعمل ايه، مش عارف ايه. فلا هو بالنسبه للاجوان اللي هم التوب هو حاجه كبيره قوي يعني. واللي انا اتعلمته وخدته منه بقى، لا انا بجد انا حتى الكلام ده ممكن يزعل مثلا مني مدربين اجوان مصريين، بس انا لحد ما الراجل ده قربت منه قوي، اللي هو حاولت افهم منه وافهم دماغه وافهم السيستم بتاعه. لا انا ما كنتش عارف حاجات كتير قوي في الجول بجد. سوسرا انت اخر سنتين ما شاء الله توب ما فورم، كنتش اعرف اي حاجه في الجول بجد. يعني انا حتى كان قبل الصليبي، قبل ما يجيلي الصليبي على طول، انا كنت بقول يعني ابتديت اتعلم. انا حسيت ان انا بتعلم هاندبول تاني خالص. انا كنت واقف في الجون من الاخر بجد، اللي هو مش عايز اقول بالفهلوه، بس اللي هو يعني على قد مثلا انت لو موهوب ولا اللي هو عندك ريفلكس سريع مثلا او اي حاجه. فعلا في تريكات عمرك ما هتعرفها غير لو حد زي دي حقيقة، ولا كنت اعرف طريق وقفات معينه في حته معينه في حركه معينه، الحاجات دي كلها ولا كنت اعرفها بجد. حتى طه وميحا يعني مثلا بالنسبه للفينيو، هو مثلا ميحا كان جالنا السنه اللي قبل اللي فاتت من 3 معانا بقاله 3 سنين، جالنا كان موجود داني جوردو ده. ولما فينيو جه لا ميحا اتحول. يعني ميحا دلوقتي هو مواليد 92 عنده 32 سنه بجد. لا ميحا بتاع السنه دي غير السنين اللي فاتت. انا كنت عارف الجون، كنت شوفه من زمان، لا هو اتطور معاه جدا. انت هقول لك حاجه، انت يعني انت بتشوف تطور الناس اللي معاك وتطورك باليوم.
يعني باليوم ده بجد. هو الراجل بيتمرن، هو الراجل بيبص على كل واحد فينا نواقصه ايه، محتاج ايه. مثلا شايف كومنت، شايف ان انت تخنت مثلا، كلامك ان انت تخنت مش هيمرنك غير لما تخس. بعد كده يبدا يقول لك بقى انت محتاج مثلا انت هتحسن من دي في كذا. فبس فهو سبيسيفيك قوي يعني في كل حاجه، بيتكلم في كل حاجه والتفاصيل. احكي لنا بقى عن منافستك مع الجول كيبرز اللي في المنتخب وفي النادي. يعني انت ما شاء الله يعني حضرت كذا جول كيبر، حضرتهم في التوب فورم، يعني ناس كتير، الهنداوي والطيار. احكي محمد لنا علي ايه ومحمد محمد علي. علي. لا في ناس كتير فعلا، انا مش عايز انسى حد، بس احكي لنا يعني منافستك معاهم بتبقى ماشيه ازاي، الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، ايه الادفانتج بتاعك، الادفانتج بتاعتك يعني اللي هو المدرب مثلا يبص لك انت وما يبصش لحد تاني فيها. يعني احكي لنا كده بقى لا تفاصيلها. هو انا هي كده كده في المنتخب مش ثابته يعني، مش يعني صعب تبقى انا ثابته حاسس بصراحه. انا حاسس يعني هي مؤخرا هي بقت كريم هنداوي والاجوان التانية بتبقى معاه. مم. يعني كريم حكم بقى خبرته والكريدت اللي ليه في المنتخب هو كام يعني. سنه دلوقتي؟ كريم ربنا يديله الصحة. ربنا يبارك لك يعني. دلوقتي مش عايزين يعني، مش عارف هو مواليد مواليد 88. ماشي. يعتبر 36. 36 يعني لسه عادي، والله، ما والله انت لسه قلت بادئ. ال 47 اللي هو لا ما تفكروش بقى. بس يعني لا كريم ما شاء الله عليه يعني، هو جون كبير قوي ومهتم بنفسه وبيدي اللعبة كتير قوي يعني. فلا طالع هو لسه مع انه بياكل اكل ابن لذين. بص، لا كريم بص تحس ان انت كريم بياكل الاكله وينزل يحرقها يعني. هو ما شاء الله هو بيحب الاكل قوي قوي، اكتر واحد بيحب الاكل في المنتخب، بس اكتر واحد بيتمرن في المنتخب برضه، اكتر واحد بيدي في التمرين محترم قوي الصراحه. هو انا بحبه يعني على مستوى شخصي جدا. فانا بقول لك هو كريم بيبقى يعني، كريم دايما هو اللي موجود، وبيبقى ساعات طيار، ساعات انا، ساعات محمد علي، ساعات احنا مثلا انا ومحمد علي، او انا والطيار او الطيار ومحمد علي كده يعني مع كريم. فهي في كاس عالم كنا في مصر، كنت انا والطيار وكريم، بس انا كنت بره القايمه. وبعد كده في كاس العالم اللي بعديه كنت انا ومحمد علي وهنداوي، كان الطيار بره القايمه، بس احنا التلاته كنا جوه القايمه. كنا بنبدل على الماتشات يعني. لعبنا ساعتها، لعبت مع كريم انا 6 ماتشات، وانا ومحمد علي ماتش، وكريم ومحمد علي ماتش. فلا هي بتبقى فترات، انت مثلا بتطور من نفسك في حاجه، بتحس ان انت ناقصك حاجه، تحس ان انت ممكن لو اشتغلت على دي يبقى ليك ادفانتج على جون تاني. هي بتبقى حاجات كده. انا بعد كاس العالم طبعا اشتغلت على نفسي في حاجات كتير قوي، كنت من جوايا متضايق اني مش بلعب، بس حاسس اكيد انا عندي احسن، واكيد انا محتاج اشتغل على نفسي اكتر عشان اقدر انافس الناس دي يعني، وان انا العب معاهم وعليهم. ف... فبس هي منافسه حلوه، منافسه يعني بتبقى شريفه جدا ما بيننا جدا. محمد علي طبعا. بس يعني من كتر الساعات بنضرب بعض انا ومحمد علي، حبيبي محمد علي. ف... فبس يعني بس لا يعني هي حاجه كويسه كده بتفيدنا احنا الاربعه. حتى كريم بيبقى اللي هو حاسس ان الناس اللي معاه كلها بتكمبيت يعني، فهو بيبقى هو كمان عايز يعلى، وعايز اللي هو يطور من نفسه في حاجات. كريم لحد دلوقتي ما شاء الله يعني بيطور من نفسه، يشوف ناقصه ايه وكده. فبس لا حاجه يعني، هي حاجه صعبه جدا بس حاجه مفيده جدا، مفيده لكل واحد فينا. فبس بس انا ما بفهمش قوي طبعا يعني، بس على قد الفرجه حس انت ممكن تبقى بتميز عنهم في الريفلكس، ولا مش قوي؟ هقول لك حاجه يعني، مثلا انا بالنسبه لي هو كل واحد يعني مثلا فيهم شوت ستوبر اكتر، مين ريفلكس اكتر؟ ما انا هقول لك، هو كل واحد فيهم ليه ميزه يعني. انا بالنسبه لي كده انا شايف ان كل واحد فيهم هما التلاته ليه ميزه. مثلا كريم غير الخبره، كريم ما شاء الله خبره جدا، خبره يعني. هو جوه الملعب ممكن ياخد باله من حاجه انت ما تاخدش بالك منها من الفرقه التانية بتعملها مثلا. فايتر يعني بجد، هو ما بيسيبش يعني. ممكن كريم اللي هو مش هيسيب الكره تعدي منه، لازم يبقى موت نفسه لو دخل تضرب العارضه بقى ويكسر الملعب، ان هو الكره دي ما تعديش منه. الطيار مثلا هو ما شاء الله عنده مرونه عاليه جدا، سرعه رد فعله عاليه جدا. انما مثلا محمد علي هو تقيل في الجون، هو مش عشان وزنه بس هو جون رخم يعني، اللي هو مش بيتحرك بسرعه، مش بيديك احساس ان هو يعني، ممكن يحسسك ان هو مش مركز معاك اصلا، وتلاقيه هو مثلا بيلعب معاك واللي هو ياخد من حد يعني، اللي هو يطمعك على زاويه مثلا ويقوم قافلها لك حاجات كده. فكل واحد عنده ميزه يعني، ما حدش عنده حاجه واحده. خش بقى على النادي الاهلي.
النادي الاهلي بقى يعني يا بص تعالى نفصصها كده. انت في الاول طلعتوا الدنيا ما كانتش احسن حاجه قوي. طلعت كان الطيار موجود لسه، كان أيوة. هو الى حد ما هو رقم واحد. بعد كده مشي احترف. فكره ان انت لسه بتقول ان هي مالهاش علاقه بالسن، فهي ان انت شايف مالهاش علاقه بالسن اصلا، ان انت تطلع انت تبقى انت وعبد الرحمن طه انتوا الاثنين موجودين. تشالنج يعني هي كانت صعبه جدا. كانت صعبة زي ما انت بتقول هو الطيار صفر وهو عنده 25 سنه. كنت انا ساعتها عندي 21 وطه عنده 23. يعني احنا اصلا 3 شباب، يعني مفيش حد كبير، مفيش جون كبير. احنا التلاتة كل واحد يعني جنريشن اللي تحت التاني. فاللي هو برضو انت يعني مثلا طه كان بيلعب مع الطيار في جيله، وكده انا كنت بلعب مع طه في جيلي في جيله هو. فاللي هو احنا اصلا لاعبين مع بعض مثلا من 5 سنين. دلوقتي بقى لما الطيار احترف بقيت انا وطه يعني طه اكبر واحد فينا، احنا الاثنين عنده 23 سنه. فاهم؟ وجون مركز الجون ده مركز تقيل جدا، تقيل جدا. مركز اللي هو يا بيكسبك يا بيخسرك. محتاج كده كده، محتاج تجارب ومحتاج خبره ومحتاج هدوء ومحتاج كل الحاجات دي. لو انت جون صغير في السن بره عن اكسبيرينس، بيبقى مثلا انت محتاج مدرب، محتاج حد يعني لو انت جون متاسس كويس محتاج حد بس يبقى معاك في الملعب، حد يعرف يهديك امتى، حد يعرف يطلع، حد يعرف يستفزك، حد يعرف انت ياخد باله من حاجه انت كده كده، حد يعرف انت ناقصك ايه مثلا يشتغل عليه. الناس الفرقه مثلا سي الزمالك، احنا كنا بنلعب الزمالك في فتره كان يحيى الدرع موجود، سيف الدرع، حسن كداح، كريم هنداوي، بكر. كان منتخب مصر بيلعب احمر، الاحمر طبعا، منتخب مصر بيلعب ضدنا. احنا طبعا كنا يعني على الله بجد. يعني احنا كنا اللي هو، وكنا الماتش يخلص واحد نكسبهم ساعات، يكسبونا هم اكتر، ياخدوا مننا بطولات اكتر، بس نعرف نحفرك معاهم، نعرف يكسبوا هم المهم اكتر. بالظبط. كانوا هم زي دلوقتي مثلا تبقى انت كسبان طول الماتش بس هو يكسبك في الاخر ياخد منك البطوله. دي الحاجه اللي اتغيرت، دي الحاجه اتغيرت في شخصيتنا، شخصيه الفرقه، اللعيبه، شخصيه الاجوان، شخصيه كل حاجه. احنا كنا، انا مش هضحك عليك، احنا كنا زمان اللي هو من 4 سنين مثلا كنت انت بتنزل الزمالك اقرب ان هو يكسب، الزمالك اقرب ان هو يكسب بشخصيات لعيبته وباسامي لعيبته. انت بتبقى نازل اللي هو في صعوبه من جوه، انا هكسب الناس دي، انا مش عارف ايه انا. انما دي حاجه عشان ابقى صريح معاك ديفيد اللي غيرها فينا، يعني موضوع الشخصيه بالذات، اللي هو ان انت تنزل ان انت هتكسب اي حد وهتركب الماتش وتدوس على الفرق كلها والحاجات دي. كانت ديفيد هو كان بيتكلم معانا في كده، يقول لك انتوا مش ناقصكم حاجه، انتوا فنيا انتوا كويسين جدا زيكم زيهم، بس انتوا شخصيتهم هم نازلين عارفين انتوا ان هم كسبانين وانتوا نازلين اللي هو انتوا اقرب للخساره. هو فعلا الموضوع كان وصل كده في لما كانوا هم بيكسبوا مهما احنا نفرق الناس يا عم الناس انت برضو بتوصل عندها الدقيقه 59 لو تعادل الكره معاك انت اللي هتخسر. ايوه لا فعلا الموضوع حتى لو فارق ب2 أو 3 طول الماتش بالظبط. الناس عارفه ان هو لا الزمالك ممكن يرجع. وحتى بقيت احس ان لعيبه الاهلي كمان بقى عندهم الاحساس ده، اللي هو بيجي لهم فترات في الماتش كده لا احنا يعني لسه ما ممكن نخسر عادي. يعني ماتش السوبر الافريقي اللي هو كان في الاستاد ده تقريبا لا السوبر الافريقي كان في حسن مصطفى ده تقريبا اوحش احساس حسيته في حياتي. ده شوطه يحيى الدرع دي يعني احنا بص ده بقى كان لسه كانت اول سنه ليا، وكان اللي هو السوبر جلوب، الفرقتين عايزين يروحوا كاس عالم. الماتش احنا مدعمين كويس قوي. لا يعني انا فاكر ساعتها الهايب اللي على الماتش كان بنت لذيذ. وكنا الماتش كان يعني كنا لسه قبليها في الدوري ماتش تعادل، وبقى اللي هو ايه، هو الزمالك كفته اعلى منك اللي هو عشان مؤخرا اخر سنتين مثلا وكواليتي اللعيبه ماشي، ولكن انت دعمت مش عارف الموضوع بقى قريب جدا. ماتش طول الماتش احنا ماشيين الاهلي كسبان برضو، يجي التعادل اخر كره يحيى الدرع مشاط جون. دي اللي هو برضو شوطها من بعد نص دي برضو كانت حصلت بعديها في نهايه الدوري وخسرنا بنفس الطريقه من يحيى الدرع. لا هي انا بقول لك هي كانت هي برضو بتبقى شخصيه لعيب. يعني هو لعيب مثلا هو كيحيى هو عنده الحته دي كويسه جدا، ان هو بيشيل المسؤوليه، بياخد المسؤوليه. لك انا حتى لو ضيع بس لا انا هو عنده ثقه في نفسه وفرقته عندها ثقه فيه وهم كلهم كانوا عندهم ثقه في بعض الفتره دي، زي نفس احنا دلوقتي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. احنا مثلا في السوبر الافريقي انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا مثلا هو زمان كان بيدعم بشكل كويس جدا، فرقه بقت مكتمله جدا. مش هنضحك على بعض، هم كانوا اقرب يعني، هم كاسامي كلعيبه ككل حاجه كتدعيمات وكده. جايب كان بروزان ده لعيب واخد MVP 2016 في اوروبا،
وكانوا جابوا لعيب من كازما الكويتي، لعيب تونسي كويس جدا. جابوا كام واحد من مصر كده، وجابوا ميدو العربي، وجابوا مش فاكر يعني، بس ما علينا. جابوا كتير جابوا 3 لعيبه مصريين يعني 4 5 كله يعني التوتال 4 5. فدي 58 احنا تعادل، واحنا ناقصين 2 لعيبه وهم 6 واحنا 4. كنا بنتفرج احنا كنا في فخلاص كل حاجه بتقول الزمالك كسب يعني. الكره مع الزمالك فاضل دقيقتين، احنا ناقصين 2 لعيبه وهم مكتملين وكل حاجه. صديت بينالتي، راح فيصل شايط الكره واحنا ناقصين، شاطها من على ال 13 متر مثلا من بعيد جدا. بس هو فيصل يعني مثلا فيصل ده السنه دي هو شخصيته اتحولت. فيصل ما كانش كده فعلا. الموضوع ظاهر قوي يعني، ما كانش كده خالص. هو كذا لعيب تاني هقول لك اسامي، بس هو بقى عنده ثقه في نفسه رهيبه. ديفيد مديله صلاحيات كبيره قوي في الفرقه. هو راجل شوتر مثلا، بيخليه شوت من، يقول له انت لو شوتر، لو شوت من على 9 متر كده انت بتهين نفسك يعني. انت مستك ان انت شوت من بعيد، شوت يا عم من اي حته. الناس هتعمل لك حساب والناس هتخاف منك والكره هتيجي جون لان انت كورتك سريعه. فيصل خد قرار الشوت، شاطها جت جون. رجعنا ميحا صد الكوره، مسكنا الكوره واحنا لسه ناقصين، قعدنا نضيع وقت، كسبنا الماتش. دي من سنتين واقسم بالله ما تحصل، والله ما تحصل. ما بقاش انا نازل بينالتي وضامن ان انا هصده يعني. انا عايز اقول لك حاجه، انا كنت قاعد بره، فينيو قال لي قبليها بدقيقه، قال لي بي ريدي فور بينالتي. بس هو مش عارف يعني لو جه بينالتي في اخر 3 دقايق، لان احنا اتفقنا مؤخرا اللي هو انت ما فيش كرة بتعدي كده، لازم يا اما واحد يموت يا اما واحد يعني الدفاع عندنا بقى فيه شراسة كبيرة جدا، الحكام ما بيصبروش علينا. فبيجي الدوري ده كان بالظبط، بيجي الماتش مثلا بيجي للزمالك 8-9 بينالتيز مثلا، ده مينيمم يعني مش ماكسيم. ففينيو قال لي تاخدها. انا كنت لسه قبليها كنت صديت ضربتين جزاء، بس مودي جاب فيا واحده. صديت في الاول، بعد كده في نص الماتش كده نزلت 2 دخلوا. لا ولا ايه، صديت الاول اكرم يسري في الشوط الاول، بعد كده مودي بعد كده الاحمر دخل شاط الكره في وشي اللي هي في الشوط الثاني. بعد كده مودي دخل جابها فيا جون، شاطها بين رجلي في نص الشوط الثاني كده. فبقى فاضل دي، فانا اللي هو داخل فيا اخر واحده من مودي، ومودي داخل تاني. ففينيو قال لي تخش، قلت له خش. انا مش هضحك عليك، انا قبل كده في موقف زي ده ممكن تفكر فيه. اقول مثلا ميحا كان عامل ماتش كويس قوي وهو بيلعب، وهم ممكن يبقوا اللي هم مش عارفين يشوطوا عليه، ممكن يبقى متوترين. ما صدش واحد اول يعني ما وقفش في ولا بينالتي، كنت انت بينالتي كلها. احنا كنت في من قبل الماتش على كده، بس قلت ممكن يعني كنت في وقت تاني لو، بس انا فعلا انا واحد من الناس شخصيتي اتغيرت بقى عندي، بقيت انزل اللي هو لا انا ماشي، هم الزمالك احنا الاهلي، هو اي ان كان مين اللعيب احنا برضو يعني كل واحد ليه اسمه وكل واحد خلاص يعني ما بقى الموضوع ايكول يعني. فنزلت خدت قرار ان هو يشوطها يعني انا سبت الجون كله، قررت ان هو يشوطها برجلي، لعبت جوه دماغه وفكرت ان هو ممكن يعني فكرت في حاجه وهو ممكن يفكر فيها، ان هو شاط الكره بين رجلي الاولانيه. فانت مش هيعملها تاني، فهو هيجي في دماغه ان حميد اكيد مش هيفكر ان انا هعملها تاني يعني هشوطها بقى في اي حته تانية. فانا لعبت عادي وهو برضو فكر زي ما انا فكرت، فنزلت صدتها. مع ان انا برضو واحنا بره فينيو قال لي حاجه تانية خالص يعني، قال لي اعمل حاجه تانية خالص وقال لي عزويه تانية خالص، بس انا قررت ان انا شفت يعني حسيت ان انا شفتها في عينه كده. هو ده كويس انك صدتها بقى، عشان لو كنت طلعت وزي ما هو قال لك كان فينيو كان هيرجع ترجع ماشي. والله لا كان يقول لك موهبه من غير عقل تاني. ايوه، او كان هيقول لك انا ما قلتلوش حاجه اصلا. فبس هي زي ما بقول لك، هي يعني انا شايف لو انت تتكلم في ايه اللي اختلف بالذات مع ديفيد، هي شخصيه اللعيبه والفرقه كلها مع بعض. بس ده قال كل حاجه من غير ما اسال اي حاجه. تساله على ديفيد لوحده والاختلاف كله، انت اديت كل حاجه. انا جاي ارغي، دخلت دماغي. طب بس يعني ديفيد كشخصيه وكل حاجه، كهاندبول بقى يعني مثلا مش هقول لك هو احسن ولا كذا ولا مثلا باروندو ولا، بس نفس الفكر الاسباني. لا يعني بص اقول لك، هي ك اوفر اول يعني ككلهم، هي مدرسه السيستم الاسباني سيستم واحد، بس كل مدرب ليه كده تاتش يعني. انا بالنسبه لي مثلا كهاندبول باروندو لا يعلى عليه، دي وجهه نظر انا يعني. انا بالنسبه لي هو احسن، اعلى من باستور واعلى من ديفيد مثلا كشخصيه، كيتحكم في الفرقه، كاللي هو ان هو مثلا
يعني يعرف اللي هو ان انت لازم هتكسب، ان هو مثلا هو شخصيته زي صعبه جدا. الكوره يعني، في مدربين بتعرف تكسب يعني بسواء بلعيبه عامله ازاي، في ما مدربين. هو انا بقول لك لا، ديفيد شخصيه صعبه جدا. هو انت تخاف تغلط معاه، تخاف تباصي الكوره غلط، تخاف ما تصدش الكوره احنا في الصاله بنخاف نخش عليكم في مثلا. التمرين. والله دي حقيقه. هو ممنوع حد، مستحيل حد يفتح باب الصاله والتمرين شغال. لو حد اتكلم مثلا فينا احنا بيطرد. لو عم ساعة رجب الله يديله الخناقة. الصحه، عم رجب اصلا مبقاش عارف ان هو بيتكلم فاهم. انا هو مره اتصلت بحميد، كان عنده تمرين. غرامه 100 يورو بسبب حسيني. احنا في قال لي الفيديو الله يخرب موبايلي بيتك الراجل. 100 يورو. لسه بقى هتفاهم معاه 100 يورو، هتفاهم 200 يورو، فاهم. هو كده. هو شخصيه صعبه جدا، بس في نفس الوقت اقول لك حاجه بقى من الاخر، هو انت كشعب مصري انت محتاج حد زي ده بصراحه. سو بس الخناقه اللي انا كنت وصل لها في الخناقه بتاعت تاني ماتش، لما اول ماتش لما كسبته قفشته مع الزمالك كده، لما سايكب على الناس. لا هو انا سمعت انه عمل بصراحه. ما مش عايزين نتكلم اللي حصل جوه، مالناش دعوه. انا يعني. بتكلم على اللي حصل جوه، ماليش دعوه بيه. لا هو ديفيد، لا هو حتى هو بيقول لك انا لما بتعصب ببقى انسان مش طبيعي. هو عارف يعني احنا كلنا اول ما ديفيد ده يتعصب لازم فانتوا تتلاشوا الموضوع لازم اصلا. لازم الكل يهرب. اللي مش هيهرب هيزعل. ده بجد. مثلا لا يعني انا عايز احكي لك مثلا حاجه. كنا بنلعب سموحه السنه اللي فاتت في فلتر بس اسكندرية. وحد ايه فلتر بس لو في حاجه. لا. ماشي خلاص. خسرنا الشوط الاول فرق 1. لا مش هتفلتر ولا لا؟ لا ولا لا؟ مش هغلط. فحاول امسك نفسي. فروحنا كنا خسرنا الشوط الاول فرق 1. هو بالنسبه له انت ما ينفعش تخسر مثلا شوط من فرقه، يعني حتى يعني انت ما ينفعش تخسر. مش اللي هو تخسر ماتش، ما ينفعش تخسر شوط. فدخل الاوضه، احنا داخلين عادي لسه في شوط تاني يا جماعه عادي، ماتش في الملعب يعني، هم كويسين احنا لسه مش مركزين، ممكن نركز. اخيرا بنتكلم كده مره واحده ده قام متشنج، قعد يقول حاجات ما حدش فاهمها ويشوط هي اصلا اوضه سموحه قد كده وصغيره، شاط باب الاوضه برجله. انا عايز اقول لك حاجه، هو كسر الباب بقصبه رجله، بقى الازاز في رجله كده والله العظيم. مره واحده قام ماسك الازاز مطلعه من رجله، هو بيتخانق مع كل حاجه يعني. هو انا بقول لك الازاز اتحشر في رجله، قام شال الازاز من رجله وطلع يجري يدور على الدكتور، قام رابطها لنفسه وكبس الدم، بيعمل حاجات عجيبه. كل ده عشان ماتش احنا كسبناه في الاخر 10. فاهم الفكره. هو شخصيه صعبه جدا، انت تعرف تتاقلم معاه، دي مش حاجه سهله خالص. بس لو تاقلمت عليه واللي هو من الاخر حبك حاولت، لا مش حبك اللي هو يعني احترمك اللي هو انت عرفت هو انت مطلوب منك ايه، هو ايه اللي هيهديه، ايه اللي هيخليه تمام، مش عارف ايه. الموضوع بيبقى زي الفل، مفيش اي حاجه. بتتعامل كمدرب ولعيب. هو كده مالوش في ان يبقى في ريليشن شيب ما بينه وما بين حد قوي بقى، وان هو تبقى حبيبه والكلام ده. لا هو بالنسبه له هاندبول كل حاجه، هو بينام بيصحى هاندبول. وفعلا زي ما انت قلت، هو فعلا في لعيبه مصريين كتير قوي ده اللي ينفع بيني وبينك يعني انت بتدور، انت 99% انت المنتاليتي هنا، انت محتاج حد دايما قاعد على دماغك. عشان يطلع ترند ده ايه، بلاش منتاليتي ده عشان يطلع ترند ده. ابو صلاح يعني. احنا كده نطلع من الترند من غير حاجه، بس ما علينا يعني. لا بس هو فعلا الموضوع في لعيبه لما بيلاقوا المدرب قشطه يعني، هو تلاقيه في الاول يقعد يجس نبضه كده، يتاخر شويه مثلا يشوف ايه اللي هيحصل بتاع، يلاقي الدنيا سايبه بيبدا يزيد بقى، بيبدا انما لو لا من الاول موضوع ايه ميري كده من الاول بالظبط بيظبط نفسه يعني. حلو قوي الناس سنتين معاها، اكتر من كده كان هنبقى. هقول لك حاجه، عمري ما كنت استحمل اسبوع كمان معايا، جت من عند ربنا بجد بصراحه. والله يعني هي كفايه قوي، حلو قوي كده، وفينيو ممكن نستحمله عادي يعني. صعب اللي انت اصلا انت بتتكلمه ده يعني اكيد انت بتحكي حاجه، اكيد في حصل. لا هو يعني اكتر من مره حاجات زي كده. هو طبعا مدرب كبير ونجح معانا جدا وغير فينا كتير جدا، بس برضو مرحله وخلصت خلاص، واتمنى بقى اللي جاي يبقى احسن يعني. طب كان ايه اخر حاجه بس مع في ديفيد قبل ما نعدي، كان ايه دوره معاك بقى بعد يعني هات لي الصليبي من الاول بس، ايه دوره معاك انه يرجعك؟ لان انت رجعت في نص سيزن ولا بري سيزن كويس ولا اي حاجه، من الدار للنار وماتشات زمالك، فايه بقى كان دوره؟ يعني هو كان واثق فيك لدرجه ان انت. بص انا اكلمك في حاجتين. هو يوم ما جالي الرباط الصليبي ده على طول انا كنت رحت عملت رنين بعد ما كان الماتش مع الزمالك. تاني يوم عندنا فاينل في نفس الصاله في اكتوبر يعني مع سبورت. فرحت تاني يوم الصبح عملت الMRI. فالدكتور الراجل بتاع اللي هو الشاشه يعني بيبص على الشاشه على الMRI، فلسه ده ما كملش 5 دقايق لسه طالع.
قال لي يا كابتن الصليبي مفيش صليب يعني، قطع كامل. صليبي قبل اي حاجه. فانا كان عندنا فاينل، هم كانوا بيشوفوا يعني انا اعرف العب ولا لا، ما اعرفش. فرجعت على الاوتيل لقيت كابتن خالد العوضي جاي، هو يعني الوزير عامل فاروق الله يرحمه، دخلوا عليا مش عارف ايه، يتكلموا معايا على طول وفي تجديد، وكان انا عادي هيخلص في النادي، كانت اخر سنه ليا. فكلموا معايا في التجديد على طول، ولقيت الوزير الله يرحمه انا جايب عقد كده، هو كابتن خالد قال لي امضي على اللي انت عايزه. انا اتكلمت مع ديفيد وفينيو، واتكلمنا مع كابتن محمود الخطيب، يعني ان انت الرقم اللي انت عايز تحطه حطه. وكانت حركه يعني جميله جدا. انا كنت طبعا متدمر نفسيا ساعتها، اللي هو انت كان بالنسبه لي ان انا في احسن اوقات حياتي مثلا في اللعبه، وعادي بيخلص وداخل على تجديد او احتراف او معرف ايا كان. فكانت حركه كويسه قوي منهم. ما كتبتش اي رقم، ما كنتش فايق لاي حاجه طبعا. انت هتحور والله ما حطيت بهزر السبعة اصفار والله حطيت الست صور فبس يعني خلص الموضوع ده. رحت معاهم على طول على الماتش بتاع الفاينل مع سبورتنج. فقابلت بقى، كان اول مره ديفيد يشوفني بعد الصليب، بعد ما جالي. قال لي انا اتكلمت معاهم في تجديدك، هصبر عليك، احنا مستنيينك، احنا واثقين فيك. قال لي يعني كلام موتيفيشن بقى كتير قوي لسه. برضه ما كنتش قادر اسمع حاجه، بس في اللحظه دي انت اللي هو خلاص انت امر واقع لازم فلا يعني كان قال لي هترجع براحتك، خد وقتك واحنا مستنيينك ومحتاجينك وكلام كده بس. ده ساعدني كده ان انا ارجع، ان انت تحس ان انت مكانك موجود، وان انت الناس برضو لسه عايزاك، والناس يعني مش ناسيه مثلا، مش ناسياك. دي حاجه مهمه قوي في حاجه زي كده اكيد. ورجعت بقى، والحمد لله رجعت بقى. كانت يعني صعبة اكيد الرجعة كان دي. 9 شهور بالظبط، وكان اول ماتش العبه على طول. مم. يعني انا رجعت من 3 شهور، يعني اخر 3 شهور لعبت كميه ماتشات على ركبتي مثلا. يعني احنا شهر 5 لعبت شهر 2 اول ماتش، اخر واحد بالظبط يعني. يعتبر لعبت تقريبا 27 ماتش. مم. لا رقم يعني. 3 شهور يعني فبس يعني تقريبا كل 3 ايام ماتش. مم. لعبنا بلاي اوفز، ولعبنا بطولة افريقيا، ولعبنا السوبر الافريقي والدوري قبل ما يخلص. يعني كل الحاجات دي كانت كتير جدا. وانت شايف بقى الناس كلها 3/4 منتخبكو بيحترف، وانت كان ليك تجربة قصيرة نص سيزن، مش بتفكر انك تجرب تاني؟ باللي انا سمعته ما اعتقدش ان هو يجرب لا احكي لي بقى، احكي لي بتاع بولندا احنا دي. محتاجين نقرا ديتيلز. بولندا بص الأول بالظبط. لا بص انا الراجل جاي بشعره واقف من هنا. هو زي ما حسيني بيقول لك، يعني هو كانت بالنسبه لي كانت تجربه صعبه قوي، اصعب 6 شهور في حياتي ده بجد. هو انا رايح الاكسبكتيشنز بالنسبه لي انا بقى حاجات، واللي شفته هناك حاجات تانية خالص. انا رايح بفكر بقى هلعب يوروبا ليج كان موسم كورونا كمان. هلعب يوروبا ليج، وهلعب ضد كيلسي دوري وكاس، وممكن اخد بطوله كبيره، وممكن العب اساسي، ورايح على جون مش اقوى حاجه وكده. حلم العمر طبعا، وانت بتكسب بطل العالم وبتاع مثلا والله. وبعد كده رحت لقيتها كلام تاني خالص. لقيت المدرب بيتكلم معايا من اول يوم. مبدئيا مدرب الاجوان عنصري جدا. ده دودو قال نفس الحوار برضه بس فرنسا. بس انا كان عندي مشكله تانية خالص. يعني ممكن احكي لك موقف. اول ماتش ليا في اليوروبا ليج كان مع جوج الدنماركي في الدنمارك، فرقه جامده جدا. فانا مثلا هو بالنسبه له انا ما كنتش عارف ان هو مش هيلعب، يعني ان هو هيلعب بالجون التاني، وانا اللي هو ده لو حصل له حاجه مثلا هما مش يعني طب انت جايبني ليه مثلا؟ انا كان بالنسبه لي انت جايبني ليه؟ رحت اليوم ده كنا في رمضان، كنت صايم. فبقول له انا صايم، كان في تمرين 10 الصبح والماتش 9 الا ربع بالليل. 9 الا ربع دي لسه المغرب ما اذنش برضه. المغرب هناك بيأذن 10 ونص بالليل بعد الماتش، وانا صاحي من 10 الصبح عشان اتمرن. فقول له ممكن تهدى عليا في التمرين، يعني ممكن نعمل حاجات واحده واحده، عشان وانا كمان اصلا عرفت ان انا مش هلعب بالليل، يعني ملهاش لازمه خالص. لا قال لي كده روح الكورنر اسال ربك، قول له ممكن افطر ولا لا. قلت له انهي كورنر؟ قال لي اللي هناك ده. فانا بالنسبه لي ده الحاد، انت بتقول ايه يعني؟ هو في نفس الوقت ايه اللي انا فيه ده، وفي رمضان وانا اصلا مش طايق نفسي وصايم. سبله تخسر الصيام. عمال بقى اقول له يعني ايه، انا مش فاهم. روح دلوقتي حالا، روح له دلوقتي حالا. فانا مش فاهم انت بتقول ايه يا عم. اضطريت اروح، انا اسف يعني. هو بيزعلي وروح واساله. فروحت قلت له، قال لي لا مش عارف اعمل ايه يعني. داخل على الحاد ولازم اروح الكورنر دلوقتي حالا، يا اما مش يعني مش هكمل في الفرقه مثلا والله. قمت قايل له لا. قال لي لا
اما مرني جامد جدا. وبالليل دخلت السكور بس ما لعبتش. وحاجات بقى من كده بحكي لك على اول موقف ليا معاه. فتخيل بقى بعد كده ايه اللي حصل يعني. اللي هو بقى هو بالنسبه له ده مسلم، التاني بقى كان يهودي تقريبا، مدرب الاجوان يعني. كان شكله غريب جدا اصلا، عنده دقنه غريبه جدا زي فيلم الرهينه كده. عارف الناس والله هو شبههم بالظبط. انا اصلا اول ما شفته تربي يعني ايه ده. وفي نفس الوقت بقى ابتديت اشوف الحاجات دي ففهمت. مثلا دخلت اول يوم في الاوضه، الفرقه دي بالذات يعني هما انت في اوروبا عامه اول يوم بتخش لازم بتجيب حاجه للفرقه، لازم مش عارف ايه. الفرقه دي بالذات لازم بتجيب صندوق بيره لازم. فانا بالنسبه لي برضو في رمضان وصايمين مش انا مطبق بسبوسه يا عم والله. بقول للمدرب قال لي لازم تجيب بوكس يعني واين. قلت له واين ايه مش هينفع. فقال لي قلت له ممكن ادي فلوس لحد يروح يجيبها هو. يا سلام يا سلام على الايمان. بحاول اعمل اي حاجه على انت بحاول اعمل السيئات بحاول اعمل اي حاجه. هم مصممين انك هتجيب بيره. فقلت له يعني ممكن تاخد من قبضي هاتوا انتوا عايزينه، بس انا مش هينفع ولا امسك صندوق ولا اروح اشتري ولا حاجه. لا لازم. قلت له طب ممكن اجيب اكل، ممكن اجيب عصاير، ممكن اجيب لا. فاهم الفكره. ما رضيتش. تخش عليهم بهرق سوس وتفهمهم ان ده بيره مصري. قلبوا عليا بقى في كل الحاجات. انت متخيل ان دي بالنسبه لهم اتفه الحاجات هم. فانت ما بتعملش كده يبقى انت احنا مش عاجبينك مثلا، انت مش عايزنا، انت مش مبسوط معانا. فغير اللعب بقى لا كانت رحله بالنسبه لي. انا كنت مسافر انا عايز اقول لك حاجه، كنت مسافر 6 شهور اعاره. كان باروندو اللي موديني يعني. كان تشافي ساباتيه ده مدرب ويسلا بلوك، كان صاحب باروندو، وهو تشافي ساباتيه ده اللي ساله عليا. فده مدرب مش مدرب اجوان. رحت بقى مدرب مش هتصدق يعني. هو المدرب ده اكتر مدرب مكروه في اوروبا، اصعب شخصيه في اوروبا تشافي ساباتيه ده. يعني لو عملت عليه سيرش هتلاقي الناس بتشتمه على ويكيبيديا، ما تعرفش ازاي، ما تعرفش مين اللي كتب على ويكيبيديا شتيمه. فهو رحت له، هو جايبني عشان ابقى عصفوره ليه، اقرب للفرقه واقول له هم بيقولوا عليه ايه. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط. دخلت عليه انا مش فاهم كل ده، انت مدرب قرب مني وبدا اللي هو يبقى كويس معايا ولطيف معايا ومش عارف ايه، ويقول لي بعد عن مدرب الاجوان وما تشيلش هم وانا يعني هسستمه وانا مش عارف ايه. وهتلعب والدنيا حلوه. بدا بقى من تاني يوم اعرف لي مين اللي راح المول النهارده. نعم يا عم مول مين يا عم؟ يا عم انا قاعد اصلا انا متغرب ومش فاهم اي حاجه ولسه اول مره احترف وخايف من كل حاجه وقلقان يعني لسه بستكشف الدنيا. البولندي دي بيتكلموا ايه صحيح؟ بولندي مفيش بقى. انت طبعا مفيش خالص دي. مفيش ايه يا عم. انا دخلت الفرقه طبعا هم كلهم بولنديين. شايف كل الناس بصوا طبعا. انا بقى بالنسبه لي في تنمر للصبح وفي بقى مش عارف ايه، وانا اصلا الناس يقول لك البلد عنصريه. فمدرب بقى ابتديت برضه انا مش فاهم. رحت قلت للعيبه ده عايزني، سلمت المدرب. فهو قام مسلمني 6 شهور بقى مفيش ملعب، مفيش بتمرن مع الفرقه بس ما بلعبش الماتشات، بلعب في الدوري البولندي بس ما بلعبش اي ماتشات جامده. فهي كانت تجربه صعبه جدا. بس بالنسبه لي بص انا يعني هبقى صريح معاك، انا كده يعني كحميد انا بقالي مثلا بلعب هاندبول في الاهلي من 2007. فانت داخل في 17 سنه. فانا بالنسبه لي كفيرست تيم انا كنت عايز اعمل تاريخ كبير قوي مع النادي، اللي هو او اعمل حاجه كبيره قوي مع النادي وبعد كده احترف. يعني كان بالنسبه لي عرض ال6 شهور دي كانت حاجه كويسه. يعني انا بالنسبه لي مثلا انا لسه مجدد السنه اللي فاتت وقت الصيف زي ما قلت لك، مجدد 4 سنين. فانا بالنسبه لي كنت يعني انا في دماغي اني هكملهم في النادي عادي، لو جالي اعاره فرقه كويسه، لو جالي حاجه كويسه حاجه تبقى عن طريق النادي يعني. بس انا كنت مركز ان انا ال4 سنين ان شاء الله دول اعمل تاريخ كويس قوي مع النادي، بعد كده ابقى اسافر. هيبقى عندي ساعتها 26 27 سنه. بس عادي تلعبوا لحد 47 50 الدنيا ايه. بس ما تقولش الكلام ده كتير بقى لا كريم يا حبيبي. انت هتمشي كريم ده يا الناس كلها قاعد. طب بس انت لسه ما حكيتش نقطه عشان كريم ده دايما بيهزر معايا في الموضوع ده، يقول لي مثلا انا افضل العب معاك لحد ما ياسين ابني يطلع يلعب معاك. فاهم الفكره؟ لو يطلع يقعدني بقى. انت لسه ما حكيتش نقطه مهمه. ايه؟ انت رجعت ازاي من بولندا؟ انا ما اعرفهاش دي بقى. وانا راجع بقى تعرفها. بص انا رجعت قبل ما السيزون يخلص باسبوعين. كنت اخر اسبوعين في رمضان انا مش قادر اقعد يوم كمان في النادي هناك. يعني كدبت وادعيت المرض على ابويا، قلت لهم ده ابويا ظهره وجعه. انت عملت كل الموبقات في رمضان عشان انا قلت لهم هرجع لكم تاني. كان مش يعني قلت له كان الموسم خلاص يعني فاضل ماتشات اللي هي تحصيل حاصل. كان الدوري اتحسم لكيلسي واحنا كنا التاني، وكنا برضو الكاس خسرنا من كيلسي ضربات جزاء في الفاينل. كنت الماتش ده لعبت في البينالتيز وصديت 2 بس احنا لعبنا 10 يعني 10 طولت فخسرنا.
فبس كان ماتشات ملهاش لازمه وانا ما كنتش مستحمل يوم كمان هناك. قلت لهم نزلوني مصر يعني. يعني انا فاكر حتى كان كابتن خالد العوضي كان بره النادي بس كان خلاص جاي النادي. كلمتهم في النادي قلت لهم حد يرجعني انا مش مستحمل. وفعلا قلت لهم ان انا والدي تعبان في مصر ولازم ارجع ورجعت. بس ولا رجعت لهم ولا كلمتهم تاني ولا جيت ناحيتهم تاني ولا هم عايزين يشوفوني تاني ولا هم هياخدوا لعيبه مصريه تاني. خلصنا بقى الجد، تخش تهلس شويه. يلا بينا على نلعب لعبه بلايند رانكينج. ماشي. انا معايا اسامي 5 حراس، انا ادي اسم وهو اسم، وانت ايه تشوف بقى ترتب وتشوف هتخيش او ما تخيش، دي بقى بتاعتك. انت تعمل لي مشاكل كده. ماشي، لا ما انت عارف بقى ايه. ماشي يلا بينا. هبدا انا اول واحد. انت ايه شايف؟ خبي قوي. خد اهو. النقيب. وانا مش عارف مين الاسامي اللي بعديه عشان لو كده ما هو دي الفكره يا عم. دي هو الفكره، أنت ما عايز بلايند أقول لك رانك في ايه انت الأسامي عايز؟ كلها. عادي ممكن لو في حاجه نبقى نعيدها ما تخافش. النقيب. هما كام جول؟ 5. 5. 1. ايه ده طيرت رقم واحد كده على طول. لا حماده النقيب طبعا اسطوره يعني. لوقتنا الحالي انا بالنسبه لي حماده النقيب يعني احسن جون في تاريخ مصر. تاريخ الصراحه. هو اسمه التاريخ اصلا. هو اسمه التاريخ. شفت انا قفشتها على طول. ماشي. ايمن صلاح. كابتن ايمن حبيبي برضه. هتقعد تفكر لي في كل واحد، هنخلص بكره. 3 مع ان هو اسطوره طبعا. وانا يعني يمكن انا ما شفتوش وهو بيلعب كتير يعني. انا ما حضرتوش بس كنت اتفرجت على فيديوهات. بس الناس بتقول ان هو برضو من اعظم الحراس اللي جت مصر. يمكن ان هو من احسنهم كمان. بس يعني عشان انا برضو اتفرجت على النقيب وكبرت وانا بتفرج على النقيب فبالنسبه لي. ماشي. صاحبك وحبيبك اللي هيقعد يلعب لحد 47 سنه كريم هنداوي. انت كده 1 و3. حطوا 2 بقى. انت كده وديتنا في داهيه. شوف بقى، انا ما كنتش اعرف ان كريم جوه. لو اعرف ان كريم جوه كنت تقلت شويه على الارقام. بقول لك ايه، حطه هظبطك في الاخر. شوف يعني، شوف هتحطه فين وهديك تشيبها في الاخر. 4. هديك تشيب انك تغير يعني هديك تشيب انك تغير. ماشي كريم 4 عشان بس اول مره تيجي ماشي. بص يا عم هو كريم زبون. ها يلا كريم 4. خلي الخير يعني. ماشي. الروبي. 2. عبد الرحمن حميد. 5 جاي. هو شكله قفشه فهو كان محضر. لا والله ما فشتهاش والله. طب بس ماشي قلت اي حد هيجي بعد الناس دي هيبقى أيوة. رقم 5 يعني. انت كان النقيب الروبي تعرف احنا كنا المفروض نحط له حميد الاول. اسمه الاول حميد الاول. نشوف هو ما كان يحط نفسه فين. 5 بقى والجو لا كده كنت هحط نفسي 5. يبقى كده النقيب الروبي ايمن صلاح كريم هنداوي عبد الرحمن حميد. اديني. عايز تستخدم تشيب ولا مش عايز تغير؟ عايز اخد. تغير 4 مع عايز ياخد عشان يحافظ على كريم. هغير ممكن 4-2 يعني. أوه. او هقول لك حاجه. لا ما مش هديك اللي هو 4-3-2 يعني. هو تغير واحد يعني، مش هتنزل حد 4 وتطلع حد 3. لا هو خلاص يبقى اثبت كده. اثبت كده. انت كنت عايز تطلع حد كنت هو كان عايز كنت يبدل- اشقلب حاجات شويه يعني. لا انت كان ايه عايز احنا في يبدل ايه هنداوي ضيعنا مع- كده مع لا بيرلو. خلاص لا. كده تمام كده. كده تمام. ها كريم هنداوي لا بس كريم هنداوي لما ان شاء الله لحد ما يكمل هيبقى يعني هيعلى على الناس كتير هي يعني. لانه انت بتحاول تلحق لا والله لا كلام جد ان شاء الله يعني. ماشي. دي بقى زي ما عملناها في جول كيبرز هنعملها في ماشي. في احسن 7 انت شفتهم. مش يعني مش عادي، مش لازم تقول الناس اللي انت ما اتفرجتش عليها قوي. تشكيلة مصر اللي انت اتفرجت عليها. ماشي. اللي انا اتفرجت عليها. واللي انت يعني يعني احسن ناس انت شفتها. احسن ناس شفتها 7 بس. هتحط دكه كمان؟ عايز تحط يعني هحط دك كل كامله يعني. هحط حط لك 7 زعل و7 ناس كتير بقى مش زعل. ماشي انت جايب بوظنا الحلقه. هحط 7 و7 عادي بس كتير قوي يا بسرعه جدا. حميد. بسرعه 7 هحط لك واحد والاحتياطي بتاعه اللي فيه ماشي. بسرعه جدا. هقولها لك ماشي. بسرعه جدا. يعني الجون حماده النقيب. الدكه كريم هنداوي. ماشي. انت مش غريب على فكره يعني. ليه؟ بس في بلايندر بس عشان انت ما كنتش تعرف برضه. ماشي خلاص ماشي. لا مش ما انا بقول لك خلاص ما ينفعش اجي حاول يضرب هنا ويظبط هنا. طيب في الوينج الاحمر وسند. مم. في الباك رايت يحيى خالد وكابتن صابر حسين. في السنتر هاف حسين زكي وكابتن سامح عبد الوارث.
في الباك ليفت اشرف عواد وعلي زين. في الوينج ليفت صعبة دي. نمشيها واحد اهلي واحد زمالك ايه؟ لا والله هي جت اصلا كده نختار والله. كله ايه فينتج عشان ما والله والله هي جت كده. لا ما قال يحيى خالد وقال انت قلت يحيى خالد ها؟ في الوينج ليفت والله صعب قوي. طب اقول لك حاجه ممكن 2 hours later. انت مين في دماغك؟ ناس كتير قوي. احنا ناس هنحط كتير. بقى اللي هو few hours later وهو قاعد بيعمل كده بقاله 3 ساعات بيفكر. هقول لك حاجه. طيب ممكن مين طب السويتش على حاجات لحد تاني. يعني؟ ما هو خلص انت فاضل لك جول كيبر. لا، السنتر باك. فاضل فاضل له لي سنتر الفيرود باك. والوينج ليفت بس. فيرود. طب قول فيرود. ماشي الفيرود خد حد واحد بيهاجم وواحد بيدافع بقى. جوهر نبيل ومحمد ابراهيم. ماشي محمد ابراهيم اللي هو معانا مدرب دلوقتي. ماشي. في الوينج ليفت ممكن يعني انا في ناس، انا في الوينج ليفت مثلا ما كانش في حد ظاهر قوي اول ما ما طلعت. طلعت. ماشي. يعني ممكن والله ما فاكر. جات لي يلا حط اي حد يلعب وينج فيه. انت- ممكن بكار كريم السعيد مثلا. كريم اللي كان في الاي صح بس صح. طب اديها بقى واحده بسرعه كده اخطف الاساسي. قول الاساسي بعد كده الاحتياطي بتوعه. بسرعة. الاساسي حماده النقيب الاحمر، يحيى خالد، حسين زكي، اشرف عواد، كريم السعيد، محمد ابراهيم بس. الاحتياطي سند، صابر حسين، سامح عبد الوارث، علي زين، بكار، جوهر نبيل ابراهيم المصري. لا استنى، ما انا هقول لك على لا، حاجه. لا، أنت لا بص المصري بقى. بره بقى اي حاجه. المصري دي بره تشكيله هجوميه اساسا مبدئيا. ايوه فانت لو هتحط لا والله لو احنا بنحاول نجيب الراجل البودكاست لو هتحط بوظنا العلاقات. لا صوتنا انت بقى. لو هتحط بقى مدافع، ما انت لازم تحط مدافع بره التشكيل. ما انا عشان كده قلت لك في الفيرود اختار واحد. يبقى طبعا ابراهيم المصري، وكمان لا هو ابراهيم المصري بس. بس كده. ماشي. اخر حاجه بقى قول لي. هقول لك شويه حاجات حصلت في كاريرك. هو تجريد او ترانك يعني ان كان استير ستار دي احسن بالنسبه لك انت. دي احسن حاجه حصلت لك. ايه حاجه جامده بس اقل شويه. بي دي حاجه ميد. سي دي اف دي اللي هو حاجه لو تطول ماشي. تحرق اللي جابوها حلقه بالظبط. ماشي. فنديك بقى وانت تركز بقى في التير دي عشان نحطها في ماشي. الزمالك جيم ماتش الزمالك يعني السيزون اللي فات نهايه الدوري نهاية الدوري اللي كان في ليوبلس. اللي كان فيه اقول لك مفاجاه. والهرني واحد استير. انا خدت بالي ان الغزاله كانت رايقه جدا في الماتش ده. يعني انا بالنسبه لي كمان كان بقالنا 4 سنين ما خدناش الدوري، وماتش تقيل قوي وهم لسه فرقه تقيله قوي وكده والدنيا فتحت في الماتش ده. على الاخر انا بقول لك كانت رايقه يعني كانت غزاله رايقه جدا. لا ده بالنسبه لي بجد ده احسن يعني ده تقريبا اليوم ده بالنسبه لي من احسن ايام حياتي. جامد. ماشي. احترافك في بولندا. التجربه الجميله اللي انت لسه حاجه عليها. اقول اي بي يعني اس ده احسن حاجه. اي بي سي دي اف. شوف انت عايز تحطها فين. اف ده ممكن سي اللي هو اقل يعني وحش. ماشي. نهائي السوبر الافريقي لما خسرته في اخر ثانيه بجول يحيى الدرع. اف. اوسخ مع انك اوسخ حاجه كنت تحصل في الحياه. ده انا كنت بتفرج اول بطوله ليا اصلا كانت اول بطوله ليا مع الاهلي كمان فاهم. الصدمه من تلازين. ماشي. لما خدت جايزه احسن جول كيبر في العالم. ايه مش اس كمان. ماشي. واحنا قلنا اس بقى هي بس عادي ممكن يعني يعني بجد؟ مش لا عادي ممكن تحط كذا واحد يعني اللي هو لا عادي. لا عايز ترجع طبعا يعني ماشي خلاص. تعالى نعملها من الاول عادي اللي هو تبدا من الاول خالص ولا لا انا كنت فاهم بس انا فاكر ان انا ممكن لا ممكن تعالى تحط حاجه لا خلاص ماشي. تبدا عايز تبدا من الاول خالص. السؤال الاخير ده بس. لا السؤال الاخير اللي هو كان جايزه احسن جون في احسن جول في العالم. اس. ماشي. ماتش الدنمارك اللي كان في مصر. ايه مفيش ايه
اي بي سي دي اف على طول. صح دي ماشي. كاس عالم 23 اللي اتخذت فيه ولعبت وخدت ساعتها مان اوف ذا ماتش في ماتش المغرب باين. كان اول ماتش ليا كان المغرب ولا امريكا؟ المغرب. ايه ماشي. الرباعيه سيزون الرباعيه. اس عادي يا باشا. كلكم بتاخدوا رباعيه عادي. عادي انا كمان احط اس عندي. انا مكيفني قوي الحوار بتاع بس انت كمان 7 بطولات تاخد 3 تكيفاني. طب اقول لك هتموتوا وتبوظوا سمعه التارجت ما بيروحش كده يا عم. انتوا نجوم فريق كبير حبيبي يا كابتن يوسف والله. انتوا اللي نجوم فرقه اكبر الصراحه يعني. يعني. كل طلباتكم مجابه في النادي. قلبك قوي. قال لك انت فرقه اكبر يعني. انتوا فرقه اكبر. بياخدوا مواعيد الصلاه اللي هم عايزينها الصراحه. لا يا باشا بس جبنا لهم سينيور اسباني برضو. ايه سينيور؟ لا بس اتبسطت موت. وانا والله الدنيا حلوه يعني. كله زي الفل. الاستوديو حلو. توصلت لنا عند كابتن ابراهيم المصري بقى قلنا ايه. توصلت لنا عند كابتن ابراهيم. ايه يا ابني مصري عامل حساب دلوقتي ولا دلوقتي؟ والله مصر عامل حساب انه جاي لكم. طيب حلو الكلام ده. عايز يجي امتى صافي عشان هم يبداوا معسكر. خلي بالك خلاص يبقى نتكلم بيها اوف كفر. الحاجات دي في الحلقه. احنا لسه في الحلقه حضرتك. احلف بالله والله العظيم. شوف انت كده في المنتجات لسه ما خدناش باقي فلوسنا. مش عايز تختم يا ابني بكلمه للجمهور؟ الجمهور اللي بيحبك. جمهور يا ابني اللي ساندك. لا انا الاول كاكا الجمهور ولا احنا خلاص ما اتكلمناش. احنا انا الجمهور. كنت هشكركم انت بس ماشي. انا لا كاكا اتبسطت ان انا كنت معاكم الاول طبعا. انتوا اخواتي يعني قبل اي حاجه. والراجل اللي ورا الكاميرا شكرا. وطبعا شهاب يعني ارجل من الرجوله برضو. تاني حاجه بقى اكيد بشكر بقى جمهور الاهلي يعني على مساندته لينا. احنا زي ما كنت اتكلم معاك قبل الحلقه برضو. احنا يعني مؤخرا الحمد لله الدنيا بقت كويسه. بس احنا قبل كده كنا يعني زعلناهم كتير. فلا هم صبروا علينا وكانوا واقفين في ظهرنا فبشكرهم. وبتمنى بقى الفتره الجايه كمان تبقى احسن من كده. السنين الجايه نقدر نعمل خماسيه وسداسيه وسباعيه مش 10 بطولات يكسبوا لهم 5 وبس. وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. قفل لي يا ابني.